بداية دخولك للجامعة دي طريقك لتحقيق أهدافك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. أهم 5 حاجات وانتي رايحة الجامعة لازم تحطيهم حلقة في ودانك. أول حاجة، ما تجريش ورا الحب. ما تدخليش الجامعة وانتي حاطة في دماغك ان انا هطلع من الجامعة بحب عمري. ابدا، مفيش الكلام ده. الجامعة ما فيهاش حب ولا فيها الحاجات دي كلها. الحاجات دي ما بنشوفهاش غير في الأحلام. ما تدخليش وانتي حاطة في دماغك ان انتي داخلة تحبي. الحب ده حاجة ما هياش أساسية، حاجة بتاعت ربنا. ما هوش هدف داخلين الجامعة عشانه. بداية دخولك للجامعة دي طريقك لتحقيق أهدافك. افتكري إن دخولك للجامعة هو الطريق الحقيقي اللي هتبدأي بيه تشكلي حياتك ومستقبلك قدام. تاني حاجة، اسعي لتكوين صحبة صالحة. حاولي ان انت في الجامعة على طول تركزي ان انت تختاري الصحبة الصح اللي انت تحطي نفسك وسطها، لان هي الصحبة دي اللي هتعينك طول فترة دراستك ان انت تعرفي تذاكري، وهتعينك كمان ان انت تخلي بالك من نفسك. هي مرايتك، يعني الصحبة دي هي مرايتك. اغلب البنات لما بيدخلوا الجامعة الاجواء بتشدهم قوي وبتاع، وممكن حتى ينسوا نفسهم، ينسوا حتى ساعات مبادئهم، ينسوا حاجات كتير. بس لما معاكي صحبة صالحة، لا، بترجعك لاصلك، لان انت اخترتي من الاول صح. بترجعك لمبادئك، بترجعك لايه، لحقيقتك، لان انت اخترتي من الاول اللي شبهك. فما تختاري صحبة صالحة مهما حتي عن الطريق، هم هيرجعوكي للطريق الصح. فافتكري، تاني نصيحة واهم حاجة من بعد ان انت بتجريش ورا وهم الحب في الجامعة، ان انت تختاري صحبتك الصالحة اللي هي تعينك على ذكر الله سبحانه وتعالى، وتعينك ان انت تذاكري، تحفزك كده. ثالث حاجة، ابعدي عن الاختلاط قدر الامكان. حاولي ان انت تستسهليش موضوع الاختلاط ده. مش مجرد ان انت تشوفي خلاص بنت ولد بيتكلموا مع بعض فقشطه خلاص، انا ايه زي زيهم، واحنا كلنا في جامعه واحده وكلنا دفعه واحده او فصل او في قاعه واحده، جامعنا دكتور واحد، جامعنا ماده واحده، جامعنا تخصص واحد، فلازم ما بقاش متشدده. لا 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 لا، دي كلها مداخل شيطان على فكره. تعاملك مع زملائك الشباب يكون بحدود. خليكي عارفة انت بتتعاملي في ايه، وايه الحدود اللي انت المفروض تتعاملي بيها معاهم. وكل ما تبعدي كل ما كان افضل. يعني عندك مثلا انت عايز تعرفي ميعاد محاضرة، لو كل ما امكن ان انت تسألي حد، تسألي بنت او تسألي الدكتورة، تسألي زميلتك يعني، احسن وافضل. الا لو مفيش بقى خلاص، يعني مفيش غير ان انا اتعامل مع الشخص ده، فتروحي تسالي، وده بيكون في حدود. مجرد ان انت تسالي وخلاص على كده، لا تضحكي ولا تهزري ولا بتاع. ويفضل تسيبي مسافه شويه بينك وبين الشخص اللي بتساليه. ويفضل يكون معاكي حد من صحباتك، يعني ما تروحيش تسالي لوحدك كمان عشان ما يبقاش ايه في شبهه ولا اي حاجه. رابع حاجه، البسي لبس يليق بالجامعه. ما تلبسيش زي ما كل البنات بتلبس. ما تروحيش تلبسي مثلا فستان مناسبات في مكان للجامعه. ده مكان علم مش مكان حفله. ما تلبسيش حاجه ضيقه في مكان زي كده. كل مكان وليه لبسه اللي يلائمه. فاحرصي ان لبسك اللي انت لابساه يكون ملائم للمرحله التعليميه او المكان اللي انت رايحه فيه. زي لبس الشغل برضو، كل مكان بنروحه بيكون ليه لبس خاص بيه. يعني مش لازم يكون الشكل المعين اللبس اللي هو اليونيفورم، لا، هو بيكون ليه حدود للبسه. ويا حبذا لو التزمتي بزيك الشرعي كمان. الزي الشرعي على فكرة ليه برضو مكان يتلبس. يعني هو لازم تكوني محافظة على مواصفاته، بس في نفس الوقت في كل مكان بتروحيه يعني بيختلف شوية. فهماني؟ فيا حبذا ان انت كمان لبسك يكون ملائم للجامعة، ويكون كمان محافظة على زيك الشرعي. آخر حاجة، اسعي دايما لتطوير نفسك في الجامعة. الجامعة هي طريقك أو بداية تكوين شخصيتك الحقيقية، بداية معرفتك بذاتك وبنفسك. اقري كتير، اتعلمي كتير، خدي كورسات كتير. ابدأي كوني نفسك من المرحلة دي، لأن انت بتبدأي تشكلي حياتك من المرحلة دي. شخصيتك بتبدأ تتكون من مرحلة الجامعة. فاحرصي كل الحرص ان مرحلة الجامعة دي ما تعديش إلا لو انت خارجة وكسبانة منها بأكبر قدر ممكن من كل حاجة، وقت وعلم وجهد وشخصيتك وكل حاجة. لأن هي حقيقي فترة لا تعوض. انت بتبدأي بقى ساعتها تشوفي الدنيا وتشوفي الحياة، مش عارفة أصلا هتعملي ايه. فما تكوني أصلا مهيئة نفسك من خلال ال4 سنين اللي فاتت دي، انت تكوني خلاص اتخرجتي عارفة هتعملي ايه، ومش هتضيعي وقت أبدا. بل بالعكس، انت كده حرصتي ان انت وفرتي وقت أكتر عليكي، وعرفتي انت هتعملي ايه خلاص.
خلاص انتي اتخرجتي، عرفتي طريقك، خلاص مش هتروحي بقى تخبطي في الحياة وتشوفي يا تصيب يا تخيب وهكذا بس. وحطيها قاعدة قدامك: الجامعة مش مكان للحب ولا مكان لممارسة أهوائك الشخصية. الجامعة مكان علم، مكان تحقيق ذات، مكان اللي بيبدأ يحدد طريقنا وبيبدأ في شخصيتنا تبان، وبناء عليها ان شخصيتنا بتبدأ تتكون في خلال المرحلة دي. بس يا رب الفيديو يكون عجبك. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك للفيديو وتشيريه وتعملي سبسكرايب. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.